طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا. ها قد عدنا من جديد. بدأنا في المراجعات النهائية يا شباب، شدوا حيلكم. طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا النهاردة سنبحر في عالم القصة، قصة عنترة. حياة عنترة. نختم الترم التاني كله إن شاء الله. عاوزين نجيب القصة في عجالة سريعة، ثم متقلقش حصتنا النهاردة مش تبقى القصة بس، مش شرح القصة بس، لا، ده شرح القصة وأسئلة القصة من كتاب التقييمات، من التقييمات والأداة الصفية والمنزلية. نزلنا على كلامكم الناس اللي طلبوا، قلت لهم عينيا اللي طلبوا أسئلة القصة من الأداة الصفية والتقييمات كمان والأداة المنزلية. إن شاء الله النهاردة هنفرم القصة كلها، نمر القصة كلها في عجالة سريعة، نلخصها ونشوف أهم الأسئلة عليها إن شاء الله عشان نكون مستعدين. احنا خلاص في ليالي الامتحان يا شباب، دي مراجعات نهائية النهاردة مع فرع القصة. يلا بينا يا حبايب الطلاب، احنا مع قصة عنترة. عنترة فارس الفرسان. عنترة بدأنا في الترم الثاني باعتراف قبيلة عبس بيه. قبيلة عبس اعترفت بيه، بس اعتراف كان اعتراف شكلي، لأن الاعتراف عشان يكون حقيقي إذا فلا غضاضة ولا عار أن يطلب الزواج من أحد. طيب بدأنا الفصل التاسع بان في ازمه في قبيله عبس. ازمه في قبيله عبس. سبب الازمه هي ايه؟ اعلان عنترة وتصريحه برغبته بالزواج من عبله. صح. بالاضافه نهينا الفصل اللي قبله، نهينا الترم الاول بان عنترة قد اغضب عبله، او احزن، مش اغضب، احزن عبله، ولاول مره يرفع صوته على عبله ويهددها بهديه دمويه. ومن يومها لم تخرج عبله من خبائها، وخبائها اي خيمتها، ولم تكف عن البكاء. ومن يومها وانقسمت قبيلة عبس، شباب عبس، إلى قسمين، منهم من يؤيد عمارة بن زياد بأنه هو الذي خطب عبلة، ومنهم من يؤيد عنترة ابن شداد لأنه هو الأحق، يرونه بأنه هو الأحق لماذا؟ ابن عمها، وهو الذي أعادها من الرق، فلولا عنترة ما كان يستطيع أحد أن يعادها من الرق. الرق يعني إيه؟ العبودية. مش هي كانت اتخطفت وهو الذي استرجعها من هذا الخطف أو هذا الأسر؟ أمام كل هذا مالك بن قراد وابنه عمرو شاب من الشباب لا يطيق ولا يستطيع أن يسمع اسم أخته بين الأندية، بين الشباب يتحدثون بين مؤيد ومعارض، وإذا به يتعارك، يلتحم معهم، يتعارك، يشتبك معهم. فكان في القبيلة في كل يوم إذا باشتباك بين أنصار عنترة وأنصار عمارة بن زياد. طيب أمام كل هذا لم يطق مالك بن قراد البقاء في قبيلة عبس، فأعلن نتيجة ابنه والاشتباكات اليومية، نتيجة ابنته التي تغير واستحال لونها من النضرة والجمال إلى الذبول، إلى اصفرار الوجه، لم تعد تكف عن البكاء ولم تخرج لزميلتها، حتى صديقتها عندما يأتون إليها يجدونها تبكي ولم تعد تتحدث معهم. من كل هذا أعلن خروجه، ترك قبيلة عبس. وهنا خطأ اللي عاوز أقول لكم عليه يا شباب. مش معنى الإنسان أصيب بمصيبة أو أزمة أو شدة في وطنه يترك وطنه ويتخلى عن وطنه. لابد أن يبقى في وطنه ويعالج هذه المشكلة، يحاول معالجة هذه المشكلة. مالك بن قراد ترك القبيلة وذهب إلى بني شيبان أصهاره، وأعلن أنه لن يزوج ابنته لا لعمارة بن زياد ولا لغير عمارة. إشارة لمين؟ إشارة لعنترة ابن شداد. تمام في دي يا شباب؟ إذا دي كان ملخص للفصل الأول كله معانا. طيب هل برحيل مالك بن قراد، هل سيستريح مالك بن قراد؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه في أحداث الفصل الثاني. هل مالك بن قراد هيستريح؟ ده اللي هنعرفه زي ما احنا قلنا. بالإضافة عمرو هل وجد بغيته؟ ده عاوزين نعرفها. عبلة كيف كان حالها؟ بالإضافة عنترة. طبعا منذ خروج عبلة وعمارة، منذ خروج عبلة وإذا بعنترة ترك الحي أيضا ولم يعد يأتي إليه إلا لمامة. صح. لماذا؟ لأنه السبب الوحيد في بقائه في عبس كان عبلة، فلم يعد يأتي إليه لمامة ليقضي بعض إربه. وعندما يأتي طبعا لابد أن يمر على خيمة عبلة، مكان خيمة عبلة، ليلقي فيها بعض أشعاره. تمام، اتفقنا في ديت. اما مالك بن قراد فكان يتنسم الاخبار وهو في بني شيبان، بالرغم ان زعيم بني شيبان قيس بن مسعود اكرم مكانته وقربه اليه وجعله في مقدمه مجلسه، الى ان الانسان الحر الكريم الاصيل لا يشعر بمكانه ومكانته الا وهو في وطنه، الا في بيته، الا في مكانه. فكان يشعر بانه اخطأ
عندما يعاتب نفسه كم من مرة أخطأ من أجل مشكلة كان من الأولى به أن يبقى ويحل هذه المعضلة، هذه المشكلة، وكم من مرة فكر بالعودة لولا أن ابنه عمرو هو الذي يثنيه عن هذا قبل أن تقوم بحل المشكلة ودارت بينهما حوار. لماذا؟ عمرو بقى وجد بغيته يعني هدفه. عمرو أول وطأ بني شيبان وإذا الصداقة صارت بينه وبين بسطام. من بسطام؟ ابن قيس بن مسعود. من بسطام ده؟ ابن قيس بن مسعود الولد الوحيد لقيس بن مسعود، والذي يعده قيس بن مسعود ليكون زعيم القبيلة، ملك القبيلة من بعده. نشأ في بداية نشأته أمه كانت تجعله يلعب مع البنات، ليه؟ خوفا عليه من الأذى. اشتاط أبوه غضبا، هم بالفتك به، هربته إلى إخواله. هناك شبع للفروسية والمبارزة والصيد، فأصبح فارس لا يشق له غبار، وأصبح في مقدمة الجيوش في كافة النوازل لبني شيبان. طبعا بالإضافة يبقى الحسبي والنسبي وجمال الشكلي في كل المقامات. صارت صداقة ما بين أمين عمرو ابن مالك بن قراط وبين من؟ وبين من يا شباب؟ وبين بسطام. طلب بسطام الزواج من ايه؟ من عبلة، فوافق عمرو وعرض عليه ان يكون هو رسوله الى ابيه اللي هو مين؟ مالك بن قراط. لكن مالك بن قراط هيرفض وكان ليه مبررات، لان البنت لا تخطب في بيت الغربة، صح كده؟ كان ليه مباراه. وحتى لا يقالوا بين الناس ويشاع بين الناس او يشيعوا عنترة بين الناس بانه لم يستطع ان يواجه عنترة فزوجها لبسطام من اجل ان يواجهه. لكن هل سيسكت عمرو؟ لا، بل اخبر لما علم بان عنترة في الجوار، لان عنترة كان الان في الجوار. انا بقى الخص الاحداث سريع. أخبر بسطام بأنه إذا بارز عنترة وقتله، انتصر عليه وقتله، إيه اللي هيحصل؟ لن يكون هناك داع أو سبب أو مانع من زواجه من عبلة. ودي اللي احنا هنعرفه في الأحداث. تعالوا سريعا نجيب الأحداث كده بواحد واثنين معانا بالتلخيص. معانا أهو، معانا كل فصل ملخصينه معاكم يا شباب. تعالوا نبص كده. الفصل التاسع كان عندنا بعنوان رحيل عبلة. عرفنا سبب الرحيل اللي هو قرر ملك بن قراط الرحيل إلى بني شيبان بسبب ايه؟ انتشار طبعا حب عنترة الى عبلة وانقسام القبيلة. موقف عمرو كان اشد رفضا وكبرياء من ابيه، يفضل طبعا عمارة بن زياد ويكره اسم عنترة. كان بيكره ذكر اسم عنترة. اسم عنترة ياتي اليه يجعله يشتاط غضبا. تمام؟ اذا وصار انقسام ونزاع بين القبيلة، فريق مع عنترة وفريق مع عمارة، تكرار المشاجرات. تمام؟ في ديت موقف مالك كان يشعر بالعار من زواج ابنته من عبلة. كان يشعر طبعا بالعار، كان هذا عار أن يخلط نسبه بالهجين اللي هو مين؟ عنترة بن شداد. يرفض ذلك رغم شجاعة عنترة طبعا احنا عارفين، والفضل والجميل اللي عمله عنترة فيه. كان بيهرب من المشكلة بالرحيل طبعا. أما حال عنترة فاحنا عرفنا كانت تعيش في حزن وألم، أصبحت حديث الناس، انطوت على نفسها وابتعدت عن الجميع. بنت صغيرة في هذا الأمر الكل يتحدث عنها، بالإضافة حديث عنترة الأخير إليها، كل هذا أجعلها تصاب بالهم والحزن والألم، وأيضا حسد صديقتها لها لأنها أصبحت مسار الحديث للجميع. أما حال عنترة فلم يتحمل طبعا فراق عبلة، فهام على وجهه في الصحراء ولم يكن يأتي إلى قبيلة عبس إلا لبعض ملماته، لبعض ربيع يقضى بعض بالإضافة وينشد الأشعار. لذلك قرر الذهاب إلى بني شيبان للاعتذار لعبلة ومحاولة استرضائها. يبقى ما القرار الذي اتخذه عنترة؟ أن يذهب إلى بني شيبان بعدما تحدث معه أخوه. وكان هنا في حوار ما بين عنترة وما بين شيبوب. عنترة شخصية حالمة، شخصية محبة، شخصية شجاعة. أما شيبوب فكان شخصية واقعية، لا يرى إلا ما يأكله أو يشربه، مش واقعية، شخصية دونية، لا يرى إلا ما يأكله ويشربه فقط. فلذلك كان هناك وجهات نظر مختلفة. طيب دي كان بالنسبة للفصل التاسع. لما نيجي للفصل العاشر معانا كمان اللي هو مالك بن قراط وآله استقروا عند بني شيبان. تمام؟ الاستقرار في بني شيبان، نزل مالك وآله عند قيس بن مسعود، وجدوا الكرم والحماية وحسن الجوار. تمام؟ في دي موقف عمرو كان يرفض العودة بشدة، بالرغم ان مالك بن قراط كان يتمنى العودة، لذلك كان بيخرج إلى الطريق اللي بتسير في القوافل ويتشمم الأخبار، يسأل عن أخبار عبس. تمام يا شباب؟ اشترط ما الشرط الذي اشترطه عمرو بن مالك على أبيه لكي يعود؟ أن يحل المشكلة
مشكلة عنترة ويظل حاقدا عليه. بالإضافة إن عمرو رحب بزواج بسطام من مين؟ من عبلة، بل عرض الأمر على أبيه. عمرو رحب بزواج بسطام ويحاول إقناع أبيه وأخته، ويرى أن هذه هي الحل الوحيد للمشكلة. حتى قال له زوجها لبسطام ولن يستطيع هذا العبد الأسود أن يتفوه باسمها. فتخيلوا، ودي هنا في شباب، في عدم خبرة، لذلك بيظهر خبرة الشيوخ. يقول له مالك بن قراض أخبره بأن بسطام لن يستطيع أن يصمد أمام عنترة، وأن هذا الأسود عنترة سيشيع بين الناس بأنهم هربوا ولم يستطيعوا أن يواجهوه فزوجوها لبسطام. طيب، بالإضافة مالك بن قراض لا يعيب بسطام، هو قال بسطام حب وابن حب، ولكن ابنتنا لا تخطب في الغربة، صح؟ لكنه يرفض الزواج خوفا من كلام الناس. لذلك هتلاحظ كمان ندم ملك بن قراض، وكان بيشتاق الى قبيلته، يشعر بالغربة، ودي اللي قال له كنت بفكر فيها عشان لابد ان نعود الى بيتنا حتى لا تخطب ابنتنا مع عبلة الا في دار الا في بيتنا دار الاقامة، ويفكر في العودة. عارفين طبعا ان كان في هناك صداقه قامت ما بين عماره بن زياد، ما بين بسطام وبين عمرو، وحتى ان عمرو وعد بسطام بانه يكون رسوله الى ابيه ليعرض عليه الزواج، موافقه على الزواج من عبله. عبله طبعا كانت بترفض الزواج، تبكي بشده، لا تريد غير عنتره، ودي اللي احنا عرفناها. كان في اعتراف مهم جدا من مالك بن قراض بانه يعترف مالك بحب عنترة لعبلة وحب عبلة له، حتى لكنه لا يستطيع الموافقة بسهولة، بالرغم انه هو ملك عبلة. خلي بالكم يا شباب، ملك عبلة امره، حتى ابنه مالك بن قال وإن لم تكن ترضى إلا بعنترة قال أزوجها له، لكنه الجملة كانت توحي بالخزي والعار، إلا أنه اشترط على نفسه ألا يزوجها إلا بمن ترضى، عشان نبقى احنا عارفين. لذلك خلي بالك، الغربة ليست مكانا بل شعور حين يبتعد الإنسان عن من يحب. كان الفصل العاشر. فصل ال11 كمان معانا. في الفصل ال11 يا شباب لو جيتوا تبصوا هتلاقوا الفارس النبيل بعنوان الفارس النبيل. ليه في الفصل ال11 بعنوان الفارس النبيل؟ لما علم ما عمرو ابن مالك بن قراض بوجود عنترة في الجوار، لما طبعا وجد شيبوب في خيمة عبلة، وهرب شيبوب، وقبل أن يفتك عمرو بعبلة أو يأذي أخته عاد شيبوب وقال ها أنا وسمعتك تسب أنت وأبيك أخي عنترة إلى ما آخره. وهرب شيبوب، ذهب عمرو إلى بسطام وأخبره بأن عنترة في الجوار، وأن هذه فرصته لمبارزة عنترة، فإذا قتل عنترة فلن يكون هناك عائق في زواجه من عبلة، صح؟ فلما انتشر الأمر خرج فعلا بسطام في الصباح، وانتشر الأمر في القبيلة بخروج بسطام لقتال عنترة. لكن فزعت القبيلة كلها واضطربت القبيلة كلها. ليه ما فزعت القبيلة كلها واضطربت؟ انت مش لسه من شوية بتقول انه فارس لا يشق له غبار؟ لكن شتان الفارق، لا يشق له غبار لكنه لا يستطيع ان يصمد امام صخرة صلدة صماء اللي هي عنترة. فمهما كان بسطام من قوة فلن يستطيع مواجهة عنترة. فبالنسبة عنترة كالصخرة الصماء التي تصطدم بها الامواج فتتفتت. تخيل. والدليل على ذلك، الدليل على كلامي هذا، هو خروج القبيلة كلها للبحث عن بسطام لتحول بينه وبين عنترة، لتمنعه من الوصول لعنترة. ليه؟ لأن النتيجة حتمية معروفة، الكل يعرفها. حتى أن قيس بن مسعود قرر في قرارة نفسه أن يرد جوار مالك بن قراض وإلى بيته، لأنهم أصبحوا نزير شؤم، ولما أراد مالك أن يخرج معهم رده بغلظة. حتى ان ام بسطام خرجت للبحث عن ولدها، ودي كان في الوقت ده عار وفضيحه الام تبحث عن ولدها. دي ليه؟ لانهم النتيجه حتميه بانه سيموت، ما التقى فارس بعنترة الا وسيقتل. دي كانت النتيجه الحتميه عندهم. وبالفعل دارت مبارزه بين عنترة وبين بسطام. بس خلي بالكم في حاجه، عنترة لا يريد قتل بسطام، وعنترة في اول الامر اخبره بانه لم ياتي مغيرا ولا مقاتلا ولا مبارزا، وانما جاء ضيفا. لكن بسطام متهور الشباب، وانا جئت لاقتلك، لماذا تريد ان تنسب نفسك الى ما لا يريدونك ايها العبد، وجئت لاجتز راسك. فاعطاه عنترة ما يريد، قم بارز وشجع. وخلي بالكم كمان، وشجع عنترة، أي جرح عنترة قطع عنترة من ثوبه وربط الجرح وقال له أما كفاك أن جرحت عنترة؟ قال لا، مباهيا بسيفي لم آتي لجرح عنترة وإنما لأجد رأس عنترة. طاوله عنترة في القتال حتى
وأوقع. قال له قم وقاتل، فعنترة لا يقاتل صريعا. في المرة الثانية أوقعه، حتى أن بسطام قال له قد خدعتني في نفسي فكنت أعلم أنك لا تريد قتلي، فلو علمت لقتلتك. قال ما أنا لا أريد أن أقتلك، أتريد أن تقاتلني مرة ثانية؟ قال لا. أتريد أن يعيرني العرب بأنك عفوت عني مرتين وقتلك الثالثة؟ قال شيبو كتف عبدي، وثق عبدي. هذه كانت القصة. فعنترة لم يكن يريد قتل بسطام. لماذا؟ لأن عبلة في جوارهم، حتى لا يؤذي عبلة، ولا أنه أراد أن يكون في جوارهم. تمام في دي يا شباب؟ لذلك هتلاقي الفصل بقى هنا عندك الفارس بعنوان الفارس النبيل، اللي هو اضطراب قبيلة بني شيبان. ليه سادة القبيلة حالة من الخوف والفزع بسبب ايه؟ خروج بسطام لقتال عنترة. طيب من هو بسطام؟ عرفنا ابن سيد الايه؟ القبيل. بداية المعركة بسطام يسير على القتال، يصر على قتال ايه؟ عنترة، إصابة عنترة، لكن بسطام يريد أن يقاتل. أسقط عنترة بسطام أرضا، ثم قال لكم فإنني لا أجهز على صريعا. ثم تم أسر عنترة بسطام. طيب ومعرفة الايه؟ الحقيقة. قيس بن مسعود عرف الحقيقة، حتى لما قال عنترة له عندما ذهب إلى عنترة قال له هذا عبدي هو لك، فكه إن أردت واسمع منه ما دار. لذلك قيس بن مسعود عندما خرج فك ابنه وخرج قال له أتريد يا عنترة أن تكون ضيفي؟ قال ما جئت إلا من أجل هذا يا مولاي. من يومها أصبح قيس بن مسعود هو الذي يتحدث بلسانه عنترة. لذلك جلسوا من أجل جلسوا من الذي جلس عنترة وقيس بن مسعود من طرف من جانب، ومالك بن قراد وابن عمرو من جانب آخر، للتحدث في أمر زواج عبلة. خلاص الأمر أصبح واقعي في أمر زواج عبلة. لكن عمرو اشترط على أبيه ألا يوافق إلا بمهر تعجيزي، إلا بمهر كبير لا يستطيع عنترة أن يأتي به. وهنا التهور من عنترة بالرغم أنه يتحدى الصعاب وأنه دائما ما يبحث عن المستحيل، إلا أن هناك تهور. ليه؟ لأن مالك بن قراد اشترط 1000 من النوق العصافير. حتى قيس بن مسعود قال له، كان ما عمرو اللي اشترط، حتى أن قيس بن مسعود قال له يا مالك تحدث إن عمرو ابنك يطلب المحال، يطلب المستحيل. قال لو قد عرض عمارة بن زياد هذا. حتى قيس بن مسعود قال له أو يملك عمارة بن زياد 1000 من النوق العصافير؟ هي من النوق العصافير يا جماعة؟ النوق العصافير دي أجمل أنواع الجبال، الجمال، فهي طيبة جميلة المنظر والشكل، طيبة اللحم غزيرة الألبان. تمام؟ فهي أجود وأجمل أجود أنواع الإبل عند العرب، كان يتباهى بها العربي. لا يوجد عند العرب كم إلا عند النعمان بن المنذر، ودي ملك الحيرة. حتى قيس بن مسعود يقول له إن ابنك يطلب المحال. أو يملك عمارة بن زياد 1000 نوق العصافير؟ قال لا شأن لي، فقد قرر أن يبيع كل أملاكه من أجل أن يشتريها. قال لا يملكها لنعمان المنذر، أي يبيعها نعمان المنذر. حتى عنترة هنا بتهور قال أو إن عرض عمار هذا فأنا لا أرضى بأقل من هذا. ثم حياه وقال له لن أحدثك في الزواج إلا بعدما آتي بالمهر، اللي هو هنا خرج. طب ما موقف عبلة؟ كانت أمام خيمتها منتظرة خروج عنترة، ثم أعطته القلادة وقالت له وهي تقبل القلادة، أعطته له القلادة التي أهدتها أمها لها، سأنتظرك مهما طالت غيبتك. هنا عنترة يقبل القلادة ويقول لها لن يصيبني سوء طالما أن هذه معي، اللي هو الفاصل المهر الغالي، اللي هو لماذا يرفض مالك زواج عنترة؟ طبعا بسبب طبعا أن عنترة حتى لا المعرة والفضيحة، إلا أنه وافق حقد عمرو. طبيعي أن عمرو كان يحقد على عنترة، لكن عنترة بذكاء كان يحاول بذكاء وفطنة أن يستل هذا الحقد، لكن عمرو ومالك طلبوا مهرا مستحيل اللي هو 1000 من نوق العصافير، ووافق عنترة على هذا الأمر. طبعا شكر قيس بن مسعود على حسن الضيافة. وهنا يذهب في رحلة المخاطر اللي هو الفصل 13 بعنوان رحلة المخاطر، يذهب عنترة لأخذ من النوق العصافير. هنا مش الخبرة بقى، هنا التهور مع الشجاعة. هناك خيط رفيع بين التهور والشجاعة. الشجاعة أن تحسب قوتك وقوة الآخر،
أما التهور هو عدم حسبان، عدم الحساب، والاندفاع هو الاندفاع. فهذا ما حدث لعنترة، اغتر بقوته واندفع، ذهب إلى أرض الحيرة إلى مراعي إبل النعمان بن المنذر ليسوق النوق العصافير، وبالفعل ولكن النجدة جاءت سريعا، جيش جلب جاء التحم هذا الفارس اليائس مع هذا الجيش الكبير، وحتى تكسر سيفه ورمحه وسقط صريعا. أين كان شيبوب في هذا الأمر؟ شيبوب كان مختبئ وراء صخر، وأول ما رأى عنترة يسقط صريعا وإذا به يوجه وجهه ناحية قبيلته ويفر كالريح، تمام، ليشاع خبر وفاة عنترة. لكن هنا الأمر هل مات عنترة؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه. الفصل الذي يليه النوق العصافير عرفنا انها وصف للنوق العصافير رحلة عنترة، مطاردة عنترة للوصول الى النوق العصافير، بالاضافه للمعركه الشرسه اللي كانت موجوده، ثم سقوط عنترة. شيبوب زي ما احنا شايفين بيهرب الى قبيلته، عنترة في السجن طبعا بين اليأس والألم، ولا يذكره الا القلادة التي كانت معه. القلادة دي الأمل الوحيد الذي فقده. ثم يلتقي بالنعمان ابن المنذر، بالنعمان ابن المنذر. وعند لقائه بالنعمان ابن المنذر هناك حديث طويل. طبعا الفصل بدأ يوصف كيفية دخول عنترة وهو مقيد من يديه ورجليه يحجل بهذا، والمجلس كله يشتاط غضبا ينظر من هذا، وعنترة في شموخ برغم أنه مقيد في شموخ. ليدور حديث طويل بين النعمان بن المنذر وعنترة، ينتصر فيه عنترة بمنطق الشجاعة والبلاغة. استطاع أن يقنع النعمان بن المنذر بأن يجعله ضيفا لهم. أخبره فيها بأنه لم يفعل إلا ما يفعله العرب من أن هذه غنيمة من الغنائم، فهو ليس لصا ولا أحد يجعله يستفزه، بل هو جاء ليغير على حمى النعمان ابن المنذر ليأخذ أمواله أو ليأخذ إبله غنيمة. فعرف لما عرف النعمان بن المنذر السبب، حتى كان في الأول الأمر شك بأنه عبد آبق، ثم عندما علم بأنه عنترة سأله أرسلتك عبس لكي تثير الخلاف وبيننا وبينهم الصلح؟ ثم علم السبب بأنه مهر عبلة، ولما علم السبب استراح وسمع من عنترة سمع من عنترة ما جعل النعمان بن المنذر يستريح ويفكر. يقول لأبي الحارس وزيره الذي كان بكون: يا أبا الحارس خذ ضيفي وأتني في الغد. إذا من هو ضيفه؟ هو عنترة. ومن يومها أصبح عنترة قائد لجيوش النعمان ابن المنذر، وأصبح انتقل عنترة من عبودية قبيلته إلى عبودية أخرى، وبدأ يقارن ما بين العبوديتين. فأصبح عنترة، مكث عنترة عند النعمان بن المنذر 10 سنوات كاملة، يقاتل أقواما لم يرهم من قبل ويسفك الدماء لدرجة أن عدد القتلى لا يعرف كم، فهو قائد الجيوش وينتصر. مرة مع النعمان بن المنذر، مرة مع ملك الفرس كسرى، حتى سئم من هذا الأمر وشعر بأنه في عبودية أخرى. إن كان صاحب مال وجاه وسلطة ويجلس مع أقوام لم يكن يجلس معهم من قبل، إلا أنها عبودية. فهو كان في قبيلة عبس يقاتل من أجل شرف قومه ويدافع عن حرماتهم. أما الآن فهو يقاتل أقواما لا يعرفهم ولا يعرف لما يقاتلهم. كم من مرة ألح على النعمان أن يعود إلى قبيلته، لكن النعمان كان يسوف ويرفض. فلما بدأ يشرب الخمر وساءت حالته، أبو الحارس صديقه الشخصي الذي استفاد منه عنترة الخبرة والحنكة شفع له عند الملك النعمان حتى وافق النعمان. وفي الليلة الأخيرة التي سيعود إلى قبيلته، قد نظم أبو الحارس حفلة كبيرة على شرف عنترة. طبعا ودع بعضهما البعض بكلام وعاطفة حارة وعناق، كل منهما ذكر الثاني بأشياء جميلة. عاد عنترة، وأثناء عودة عنترة إلى قبيلته بدأت تساوره الشكوك: أخطأت أنا في الطريق الصح أم الطريق الخطأ؟ الطريق الصحيح والطريق الخطأ معناه أخطأت لأني تركت القوم الذين يجلون مكاني ويعظمونني ويعطونني مكانتي إلى قوم يحملون على أنني عبد. هل ستغير الصورة أم ستبقى الصورة إلى هذا؟ وعندما وصل إلى أرض عبس كأنه بالأمس، كأنه لم يتركهم إلا بالأمس، اتجه إلى مضارب إبل
شداد، أما راعي إبل شداد أيام صغره، اشتاق لأيام صغره. وجد على ربوة رجل أسمر يجلس، هو من؟ كلكم عارفين إنه هيكون شيبوب. ذهب إليه احتضنه شيبوب لا يصدق عينيه، فقد أشاع بين الناس رآه بعينه يقع صريعا. وبعد حكو حكاية طويلة حكى له عن كل مدار، وإذا يخبره بالصدمة، وهي أن عبلة ستزف يوم عروبة. من يوم عروبة اللي هو يوم الجمعة بعد 3 أيام. وهنا عنترة يقرر أن يعود إلى القبيلة كما خرج منها، بلا مال ولا سلطة ولا جاه، كما خرج منها. فقال له فرق، اذهب إلى إذا أعطي للفقراء المال، فرق الفقراء على المال، وأعتق العبيد. كان مع قافلة. والنوق العصافير خذها إلى مالك بن قراط فقل لها هي هدية لعبلة، والنوق الأخرى هي وليمة لأمارة بن زياد، ووزع كل هذا ولا تأتيني إلا بعد العرس، إلا بعد 3 أيام. وظل في 3 أيام يصطاد، يأكل بيده، يصطاد الفرائس بيده، وبالليل يشرب الخمر ومع أشعاره. عاد لطبيعته الثانية مرة ثانية. ثم يأتي اليوم يوم عروبة، انتهى. يفيق عنترة وإذا بالقبيلة تأتي طائفة بطائفة يحيينه. وأمه طبعا جاءت أمه بلباس مضحك لا يتناسب مع بعضه من ريش النعام والذهب وما لا آخره، وأيضا شيبوه، والقبيلة طائفة حتى أتت عبلة في حياء ومروة بخبزها. ألم تقولي إنك تريدين أن تعانقي وما لا آخره. وهنا حفل أسطوري، ستزوج عبلة إلى عنترة، واعترافا بمكانة عنترة، في حفل أسطوري. تمام يا شباب؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليها، الجزئية اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي عندنا عودة إلى الديار. عودة إلى الديار اهيت موجودة معانا. شكوك وأوهام عنترة بيشك في هذا الأمر، ثم مقارنة مؤلمة بين موقفه في الحيرة وهو سيد القبر وهو سيد من الأسياد، وأن يعود عبد، إلى موقف الخبر الصادم الذي أخبره شيبوب بأن عبلة ستزوج عمارة بن زياد، ثم خطبة موقف شيبوب وخطة شيبوب لزواج عنترة. قرر عنترة طبعا أن رفض أن يعود إلى القبيلة بكل مال، وإنما أن يعود خالي كما خرج منها من كل هذا، وأن يتخلى على كل هذا. ثم الخاتمة السعيدة طبعا اللي هو يقضي أيام في الصحراء، عودة الطمأنينة إليه مرة ثانية، ثم نظرة جديدة الماضي عبلة في قلبه، ثم موقف عمارة ولم يعد يغضب على عمارة بن زيد هنا، بل أصبح يشفق عليه لأنه سيتزوج بامرأة هي لا تحبه. فبعد أن كان يكره عمارة أصبح يشفق عليه. ثم لحظات مفاجأة له ولقائه بأمه، ثم استقبال القبيلة له ولقاء عبلة، وموقف طريق بينه وبين مروة عنترة كلها سيدتي. فطبعا مروة تتدخل بهذا الأمر، تغير النفوسي، ثم النهاية السعيدة، يتم زواج عنترة وعبلة وتقيم القبيلة احتفالا عظيما. لذلك الصبر والإخلاص في الحب يصنعان نهاية سعيدة. وبهنا نكون لخصنا أحداث قصتنا في عجالة سريعة. لخصنا أحداث القصة بحيث يبقى أنت عارف الأحداث في ذهنك. هننتقل للجزئيه بقى الثانيه دلوقتي، وهي حل اسئله القصه. هنحل اسئله القصه ان شاء الله، نشوف شكل الاسئله اللي جات لنا ازاي، وشكل الاسئله نتعامل عليها ازاي عشان نحل اسئله القصه. ويلا تعالوا نروح للاسئله، نشوف شكل الاسئله معانا. الاسئله انا جبتها لكم من الاداءات، سواء الاداءات المنزليه او الصفيه او التقييمات، عشان يكون على ارض الواقع قصتها لكم ونجيبها. فتعالوا يلا نشوف اول سؤال معانا كان في الأداءات. بيقول لي من قصة أبو الفوارس عنترة، قال شيبوب أنت تجد لذتك فيما تأمل وما ترجو وما تسعى له من أمامك، وأما أنا فإني أجد لذتي فيما أذوق بلساني وما ألمسه بيدي وما أقارفه في يومي. أن تسعى وتتألم في سبيل وهم باطل، وأنا أحيا وأتنعم فيما أحسه حقيقة في يدي. بيقول لي هنا استنتج من الفكرة السابقة سمة شخصية لمين؟ لعنترة. وسمة شخصية يعني هو عاوز سمة شخصية لمين؟ لعنترة، ده أول حاجة. وسمة شخصية لشيبوب. طيب لما نيجي نتكلم على عنترة شخصية طموحة، تمام؟ طموحة وحالمة. عنترة شخصية طموحة وحالمة. أما شيبوب فشخصية واقعية،
تمام. شيبوب، مش عارف القلم هيبقى واضح معاكم قوي ولا ايه الوضع منه. شخصية واقعية، ماشي، ونفعية. واقعية نفعية. ليه؟ الدليل عليها، خلي بالك لما بيجي يقول لك ودلل عليه، عشان الدليل دوت بيكون موجود معانا على طول. الدليل دوت هيكون موجود معانا على طول، فعاوزين نشوف الدليل دوت بيكون من ايه. الدليل يا جماعة بتجيبه من الابيات اللي قدامك. طيب، طموحة وحالمة، اللي هي شخصية عنترة، شخصية طموحة وحالمة، جبتها منين؟ قال له ايه؟ أن تسعى وتتألم في سبيلي. بيقول له ايه؟ هنا أن تجد لذاك فيما تأمل وما ترجو إليه وتسعى له من أمامك طموح وحلم. أما أنا فأجد لذاتي فيما أذوق بلساني لشيبوه وما ألمسه بيدي وأقارفه في يومي. لذلك أنت قال له إيه؟ أنت تسعى وتتألم في سبيل وهم، اللي هو الطموح، اللي هو الطموح، وأنا أحيا وأتنعم في سبيل ما أحسه حقيقة. يبقى أنت عرفت هتجيب الدليل منين؟ من الفكرة نفسها. طيب بيقول لي بين، ميز مما يلي الوصف الأنسب لشخصية شيبوب. شخصية شيبوب شخصية واقعية. واقعية، الراجل هو قال له هو من اللي موجود، أذوق بلساني ما وما ألمسه بيدي وما أقارفه يومي، دي اللذة بتاعتي. شخصية واقعية نفعية. نروح للسؤال التالي. طبعا انتوا شايفين كده قدامكم، انا بجيب لكم من التقييمات اهوت عشان يبقى الاسئله اللي عندكم. قال عنترة ايضا: وجاء الى طلل الدار فجال بين مواضع نيرانها واثاره واوتاته وبقايا نؤيه التي كانت تحيط بخيامه، ثم وقف مبهوتا يمسك اعلى رمحه المركوز في الرمل مسندا بذقنه كانما هو تمثال في بقايا خرائب معبد منتثر. طيب هنا قال لي ايه؟ قال لي النؤي العرب كان بتعمل حوالين الخيام بتاعتهم حفره كده حوالين الخيم. ليه؟ حتى اذا جاء مطر او سيل او حاجه ينزل في هذه الحفره. فالنؤي هي الحفره التي تحيط بالخيمه، دي اسمها الايه؟ النؤي. فلما العرب بينتقلوا بيبقى لسه بقى ايه؟ اثار بقايا الايه؟ هذه الايه؟ الحفره اللي حوالين الدائريه اللي حوالين الخيمه. تمام. اما الاوتاد فطبعا كلنا عارفين الاوتاد اللي هي قطعه من الاخشاب تضرب او تغرز في الارض عشان يتربط بقى الايه؟ الحبال. وطبعا انتوا اكيد شايفينها في الافلام والمسلسلات اللي بتتكلم عن الباديه. طيب يبقى عرفنا النؤي اللي هي حفره تحيط بالخيم. اما الاوتاد فهي اخشاب تدق او تغرز في الارض. هنا عندي السؤال باين مما يلي، طبعا دي مش هتيجي في الامتحان، اللي هو المعنى والمراد في القصه. اللي هيجي في القصه ابيات زي ديت، او يجيب لي القطعه. طبعا هيجي سؤال واحد في القصه، هيجي عباره عن فكره وسؤال اختياري عليه عشان تبقى انت عارف. لكن احنا من كتاب التقييمات بنحاول، التقييمات والاداءات الصفيه والمنزليه، بنحاول نجيب لكم الاسئله على ارض الواقع عشان تبقى انت عارف احنا في ليله الامتحان، فمش هنتفلسف في حاجه، بنجيب لك الحاجه الواقعيه اللي قدامك اهي. طيب بين مما يلي البيت الذي يتوافق مع مضمون الفكره. البيت اللي بيتوافق مع مضمون الفكره دي اكيد: يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلتي واسلمي. هو دي فعلا البيت اللي بيتكلم عليها، لانه واقف امام بقايا ديار عبلة. اما واذا ظلمت فان ظلمي باثل مر مذاقته كطعم العلقم. طب يهدد اعدائه لو انا ظلمت ده انا هرد بقى اصعب. حكم سيوفك في رقاب العذل واذا نزلت بدار ذل فارحل. ده راجل بيدعو للايه؟ للشهامه والشجاعه، بيدعو للشجاعه والمقاتله والبعد عن الذل. موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحل. طبعا هو هنا بيقول إن هو يموت في أرض المعركة بدلا من أن يجلس ويبكي على محبوبته. طبعا هي الإجابة عندنا اللي هي يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلتي واسلمي. طيب نروح للسؤال التالي. السؤال التالي بيقول لي: خلا وادي الجواء. وادي الجواء اللي هي أرض عبس. خلا وادي الجواء من منازل مالك بن قراض منذ نزح بأهله إلى أرض شيبان، وقد ضاقت به الحياة في قومه منذ جهر عنترة بما ينطوي عليه قلبه من حب عبلة والتعلق بها، وما اعتزمه من عداوة كل من يجرؤ على طلب زواجها. وكان مالك يضمر في قرارة نفسه إحساسا بالمعرة من أن يعطي ابنته لعنترة وإن كان فارس قومه وحميهم. طيب الفكرة الطويلة دي طبعا شكل السؤال ما هيجي لك كده ويجي لك على اختيار، سواء بقى ابيات من الشعر، يجي لك اختيار ابيات من الشعر، او يجي لك
الفكره، الدلاله، المغزى، السمه الشخصيه، لكن انا ماشي معاك بقى ايه بما هو موجود. ضاقت به الحياه، الدلاله هنا ايه؟ ضاقت به الحياه، هل قرب الاجل؟ لا. نقص الرزق؟ لا. زاد همه؟ ضاقت به الحياه هنا ليس هو كان غني من اغنياء القبيله وهو سيد من اسياد القبيله، لكن زاد همه نتيجه ما احنا شرحنا زي ما احنا وضحنا كده دلوقتي. ابنه كان في صراع مع كل شباب القبيله، ابنته كانت في بكاء مستمر، هو لا يستطيع ان يتحمل معره ان يزوج ابنته او يخلط نسبه بهجين. الهجين اللي هو ايه؟ من اب حر وام وجاريه عبد اسود اللون يعني، فهجين. فدي بالنسبه لهم كان في وقتها طبعا معره، لان كان في طبقيه في المجتمع منتشره في المجتمع. الحياه الاجتماعيه كانت عباره عن طبقيه، اسياد وعبيد. فهو محافظ على عادات وتقاليد المجتمع، عشان كده كان عنده هم، زاد همه. سؤال التالي ايضا واحنا ماشيين، تبقى طبعا ملاحظين بندور منين؟ من القطع، فخلي بالكم عشان ممكن يعدينا سؤال. هنا ايضا السؤال بيقول: انطوت عبلة على نفسها كئيبة لا ترضى ان تزوره، ولا ان تخرج للقاء من ياتي اليها زيارة، وكانت صاحبتها كلما جئنا اليها لم يجدناها على عادتها، وكان الامر يزداد كلما تذكرت ما كان بينها وبين عنتر في تلك الليل اذ قسى عليها. بيقول يحدد مما يلي الشعور المسيطر على عبلة في ضوء فهمك للفكرة السابقة. الشعور المسيطر على عبلة في ضوء فهمي للفكرة السابقة. هل الشعور الفخر والتكبر؟ ازاي فخر وتكبر هنا وهي عمالة تبكي ومنطوية؟ الضيق والهم؟ طبعا الضيق والهم منطوية على نفسها وتبكي منذ ان الليلة التي خاشنها او صارها عنترة بان هديتها الدموية ليلة عرسها مع عمارة هي رأس عمارة ابن زياد. الحب والشوق؟ لا، ما فيش هنا حب وشوق ولا عزة وتعالي، انما الضيق والهم. عشان كده طب انت جبتها منين الشعور؟ انطوت عبلة على نفسها كئيبة لا ترضى ان تزور وما اخره، وكانت صاحبتها لم يجدناها على عادتها، وكان الامر يزداد كلما ذكرت ما بينه وبين عنترة في تلك الليله التي قسي عليه بهم وحزن. الضيق والهم. ثم السؤال الذي يليه ايضا، طبعا احنا عارفين ان مع كل اداء، مع كل اسئله في سؤال واحد، لان زي ما هيجي لك في القصه في الامتحان، امتحانك خلي بالك بذكر 52 نقطه، هيجي لك سؤال واحد للقصه. السؤال المفروض اللي هو ترتيبه هيكون ال 15. ترتيبه هيكون ال 15. طيب وهو سؤال ومش هيجي لك مقال، هيجي لك اختياري، لكن خلينا نشوف كل الاسئله بكافه اشكالها. طيب بيقول لي: وضاق المقام بأبيها مالك وحار في أمره، كيف يطيق الحياة وهو يسمع الناس ينشدون شعر عنترة في ابنته ويستعيدونه في مجالسهم، فكانت أنفته تثور، كبرياءه يثور، ولم يجد مخرجا من الأمر إلا أن يعلن قومه بأنه لن يزوج ابنته، لا لعمارة، لا عمارة ولا غير عمارة. طبعا غير عمارة إشارة إلى مين؟ إلى عنترة. تمام. ثم غادر أرضه ورحل إلى أرض أصهاره بني شيبان. طيب في ضوء فهمك للفكرة السابقة، انقد تصرف مالك. مالك هنا حل مشكلته ولا هرب من حل المشكلة؟ طبعا نقد تصرف مالك تجاه المشكلة التي واجهته واقترح حلا بديلا، اللي هو الهروب من حل المشكلات. طب انت عرفت ليه الهروب من حل المشكله؟ ده راجل عنده مشكله، ومشكله صعبه، اصعب مشكله هتواجهه في حياته. ابنته حديث الجميع. انتوا متخيلين يعني ايه بنته حديث الجميع؟ ويتقدم اليه عمار بن زياد خطيبها ويريد ايضا اخر ان يتزوجها، واعلن صراحه هو لم يحل هذه المشكله، وانما هو اعلن لن يزوجها لعماره ولا غير عماره، وترك الحي ورحل الى اصهاره. طبعا ده هنا هروب من حل المشكله، هو هيندم عليها زي ما احنا شرحنا، زي ما احنا قلنا احداث الفصل، لخصنا احداث القصه، قلنا ان هو ندم على ذلك، ان هذه المشكله كان من الاولى به ان يبقى في قبيلته ويحل هذه المعضله او هذه المشكله. فاذا الهروب من حل المشكلات، واقترح بديلا اللي هو مواجهه الجميع. مواجهه الجميع، ان يواجه الجميع، اما ان يزوجها لعماره او يزوجها لعنتره. خلاص، ان يكون صريحا مع نفسه، فهو الذي اعادها من الرق وهو الاولى بها، فهو ابن عمها، ان يزوجها للعنتره. تمام. نروح
في هنا سؤال تاني سنة ولا حاجة؟ خلي بالكم عشان ممكن نقوم سايبين سؤال يأتي عفويا، يعني السؤال يأتي عفويا عن غير قصد، ما يكون شيء مقصود بيه، خلي بالكم يا شباب. فقال مالك في شبه فزع: لقد أضلك الهوى يا عمرو. لما عمرو بيعرض عليه طلب زواج بسطام من عبلة: نحن هنا ضيوف في غير قومنا، وما أحرى الناس أن يقولوا لقد أخذ قيس بن مسعود عبلة من أبيها، وقد يقول العرب إن قيسا طلب عبلة لابنه بسطام فلم يستطع أبوها أن يمنعها. استنتج من خلال الفكرة سمة شخصية لمالك بن قراط، ودلل عليها من خلال الفكرة. سمة شخصية: محافظ على عادات وتقاليد العرب، او مهتم بعادات وتقاليد العرب، ان البنت لا تزف ولا تزوج الا في بيتها، الا لا تخرج الا من بيتها، ولا يجب ان تخطب او تزوج في بيت الغربة، من بيت الغربة، انما تخرج من ايه؟ من بيتها. ياتي الخاطب الى بيت العروس. تمام اهو. طب دلل على محافظة على عادات وتقاليد العرب في شعب لقد ذلك الهوى: نحن هنا ضيوف في غير قومنا، وما أحرى الناس أن يقول لقد أخذ قيس بن مسعود عبلة من أبيها. تمام؟ يعني إذا في دليل، وخلي بالك عشان دي الثانوية العامة ماشية على كده، اللي هات الدليل، هات الدليل، الدليل، فالدليل عندك أهو. طيب تعالوا نبص على السؤال التالي. السؤال التالي معانا عندنا فين السؤال؟ أهو. السؤال التالي: صمت مالك لحظة ثم قال: إن في العرب من يرضيها. إن في العرب، دي الحوار أثناء ما مالك كان بيحدث ابنه عمرو ويقول له: لقد أخذت عهد على نفسي ألا أزوجها إلا بمن ترضى. فقال له: وإن لم تكن ترضى إلا بعنترة. قال له: لا، أنت في العرب في من يرضيها من العرب، في أكيد من شباب العرب من يرضيه. أهو بيقول له: صمت مالك لحظة ثم قال: إن في العرب من يرضيها. فقطع عمرو قائلا: فإذا كانت لا ترضى إلا بعنترة أتزوجها له؟ أتزوجها له؟ فقال مالك في ثبات: أزوجها له، أزوجها له. ثم وضع، وخلي بالكم الدلالة هنا، ثم وضع وجهه بين يديه كأنه يواريه من معرة. في هنا تناقض نفسي ما بين الأخذ بالعهد وعدم إحزان ابنته، العمل على عدم زيادة حزن ابنته وإرضائها، وبين المعرة إن هو سيخلط نسبه بهجين. أكرر مرة ثانية، استنتج من الفكرة شعورين متناقضين سيطرة على مالك بن قراط. الشعور الأول: الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد وإرضاء ابنته. ده الشعور الأول، إن هو عاوز يوفي بالعهد. الشعور الثاني: الإحساس بالمعرة والفضيحة. طيب ودلل عليهما أهو. الوفاء بالعهد اللي هو إيه؟ يقول صمت مالك لحظة ثم قال: إن في العرب من يرضيها فقاطعه، إن في العرب من يرضي فقاطعه، فإذا كانت لا ترضى إلا بعنترة أتزوج له. فقال في ثبات: أزوجها له. يبقى الوفاء بالعهد. ثم وضع، طب والإحساس بالمعرة، ثم وضع وجهه في يديه بين يديه كأنه يوريه من معرة. تمام يا شباب؟ طيب نروح للسؤال التالي اللي هو رقم 11 معانا اهو. بيقول ايه؟ فتحرك عمرو مرة أخرى في قلق وقال: وماذا يعنيك من عبلة إذا كانت تبكي في صباحها ومسائها؟ ما زالوا في الحديث اللي هم بيتكلموا عليه الأب وابنه عن عبلة. إنها فتاة حمقاء سخيفة قد أوحش قلبها من صاحبتها في عبس. هي بتبكي عشان سابت صاحبتها هناك في عبس، فبتبكي عشان كده. فقال مالك في حرارة، لا في اندفاع وحرارة بقى: لقد عرفت ابنتي عبلة وما أحب لها أن توصف بالحمق والسخف. إنها، شوف الفخر والتباهي بابنته بقى: إنها زينة فتيات عبس، وليس في قبائل العرب فتاة تعدلها عقلا ولا أقول حسنا. إذا هنا استنتج من الفكرة شعور مالك بن قراط تجاه ابنته: الفخر والتباهي، الفخر والتباهي بها، الفخر والتباهي بها. ودلل عليها اهو: انها زينة فتيات عبس، وليس في قبائل العرب ما فتاة تعدلها عقلا. مش دي الدليل؟ خلي بالك انت اللي انت بتجيبه منين؟ دليل اهو موجود. يعني دي مثل المقال،
دي مثل المقال. اي نعم ان هو ممكن يكون ضعيف بس بيكشف لي الفكره عشان لو جات لي اختياري اكون انا عارف انا شغال عليها ازاي، وزي ما قلت لك من التقييمات زي ما وعدتكم وهي موجوده معانا اهي. طيب نروح للسؤال التالي الذي يليه. فزحف راجعا حتى دخل الخباء. دي مين يا جماعه؟ شيبوب. زحف راجعا دي شيبوب، خلي بالكم شيبوب، والاول مره يبقى شجاع شيبوب، يعني في المره دي هنوصفه بالشجاعه. شوفوا مع ان هو معروف بالجبن والخوف والفزع، الا ان في الموقف ده خلي بالكم. فزحف راجعا حتى دخل الخباء ووقف امام وجه عمرو وقال له: لعلك تعرف من انا يا عمرو، لعلك تعرف من انا يا عمرو بن مالك، فاصرف غضبك الي انا، الي فاني اعزل. عاقبني انا. استنتج من خلال فهمك الفكره السابقه سمه شخصيه تجلت في شيبوب، اللي هنا هتبقى الايه؟ الشجاعه. السمه الشخصيه بالرغم من معرفته، او بالرغم من اشتهاره بدل معرفته، شهرته بالجبن. بالرغم من شهرته بالجبن الا انه شجاع في هذا الموقف، انه بعد ما هرب رجع تاني، وانا اهو حاسبني برغم ان انا اعزل. طيب نروح للسؤال التالي. انك لا تعرف عنترة يا ولدي، لست ادافع عنه ولست احبه، بل اني امقته مقتا، ولكن لن استطيع انا ولن تستطيع انت ولا احد من عبس او شيبان ان يكمم فمه عن النطق بها وانشاد الشعر فيها. طيب استنتج من خلال نصيحة مالك بن قراد لابن عمرو سمة من السمات الشخصية لعنترة: قوة الشعر، قوة الشعر وبيانه وفصاحته. قوة الشعر، قوة الشعر لدى، هنا خلي بالكم لدى عنترة، قوة الشعر لدى عنترة وبيانه وفصاحته. طب الدليل عليه وهدلل من ايه؟ اهو ان يكمم، ولا احد من عبس او شيبان ان يكمم فمه عن النطق بها وانشاد الشعر ايه فيها. يبقى اذا هنا قوة الايه؟ الشعر لدى عنترة وبيانه وفصاحته وبلاغته في الانشاد. الدليل على كده ان محدش يقدر ايه يوقفه. طيب نروح للسؤال التالي الذي يليه. السؤال التالي اللي هو النشاط الخامس عندنا: وأراد عمرو بن مالك أن يخرج معهم فرده. ده طبعا لما خرج بسطام لقتال عنترة، لمبارزة عنترة. فقال: وأراد عمرو بن مالك أن يخرج معهم فرده قيس في شيء من العنف، لأنه هو الذي زين لولده الخروج للقاء غريمه المخيف، وقد عزم قيس في نفسه إذا عاد إلى منازله أن يرد جوار مالك بن قراد وأهله حتى يخرجوا عن قومه تشاؤما بمقامهم بين ظهرانيهم. المكر السيء دائما يحيق بصاحبه ويرتد عليه. دلل من خلال الفكرة السابقة على صدق هذه المقولة. هذه المقولة صادقة، حيث مكر عمرو بعنترة ابن شداد فكان الجزاء من جنس عمله، حيث قرر قيس ابن مسعود رد جوار ايه؟ مالك وآل بيته عند عودته، فهم اصبحوا نذيري شؤم. تمام في دي يا جماعه عشان يبقى احنا عارفين بنتعامل ازاي. طيب نروح السؤال بردك التاني وراها على طول. واراد عمرو بن مالك ان يخرج معهم، اللي هي نفس الفكره. حدد من الفكره السابقه ما يدل على الصيت الزائع لعنتره. الصيت الزائع لعنتره اللي هو ايه؟ لغريم. بيقول ايه؟ واراد عمرو بن مالك ان يخرج معهم فرده قيس بن مسعود في شيء، لانه هو الذي زين لولده الخروج للقاء غريمه المخيف، رغم انه غريمه بس المخيف. اذا دلل حدد من الفكره السابقه ما يدل على الصيت الزائع لعنتره ان هو وصفه بالغريم المخيف وخروج القبيلة كلها، خروج القبيلة كلها لمنع بسطام من منازلة
عنترة. يبقى دي دليل عليه. وحدث سلوكا سلبيا لقيس بن مسعود اللي هو التشاؤم. السلوك السلبي هيبقى التشاؤم. جبتوا منين التشاؤم؟ اهو لانهم اصبحوا ايه؟ بيقول لك ايه؟ ان يخرج حتى يخرجوا عن قومه تشاؤما بمقامهم بين ظهرانيهم. يبقى التشاؤم. جبتها منين الدليل؟ كل حاجه بنجيبها من خلال القطعه بقى اللي قدام. عشان كده بقول لك ايه؟ القصه هتبقى اسهل ما يكون. هي سؤال بس باختصار اهو بنعمله وسريعا. طيب السؤال الثاني. ده احنا ماشيين مع السؤال الثاني اهو. جالنا السؤال الثاني. قال بسطام لعنترة انك ايها الرجل خدعتني عن نفسي. فقال عنترة في هدوء لم اخدعك لاني لم ارد قتلك. قال بسطام وكيف وقد خرجت لا اريد الا قتلك. فقال عنترة انما اتيت اقطع الصحراء الى منازل ابيك يا بسطام لا ارجو الا لاكون صديقا. جئت لارى ابنة عمي واطلب عفوها واتذلل اليها. بيقول لك حدد من خلال الفكره سبب عفو عنترة عن بسطام. عفو عنترة عن بسطام. ليه ما قتلش عنترة؟ ما قتلش بسطام ليه؟ خوفا من إيذاء عبلة. لأن عبلة إيه؟ خوفا من إيذاء عبلة. فهي كانت في جوار من؟ في جوار قيس بن مسعود. فربما انتوز لدرجة إن إيه؟ ما أنتوا عارفين أهو إن قيس بن مسعود أراد أن يطردهم أساسا عند أولاده وهو لسه ما عرفش ابنه اتقتل ولا ما اتقتلش. فاهمين ديت؟ يبقى خوفا من إيذاء إيه؟ عبلة. تمام؟ وحرصا عليها. تمام. من خلال سبب عفو عنترة عن بسطام. بالاضافه ولكي ايه؟ يرضوا بمقامه بجوارهم. ليرضى قيس بن مسعود باقامته في القبيل. يعني ان انا جاي ايه؟ ضيف. تمام يا شباب في ديت. طيب نروح للسؤال التالي ايضا. السؤال التالي اللي هو بيقول لي اهو. قال بسطام لعنترة انك يا رجل خدعتني عن نفسي. لما وقعوا عنترة مرتين، هزموا عنترة مرتين، وبيقول له في المره الثالثه يلا عاوز تقاتل. لو وقعوا استقاتل. فقال عنترة في هدوء لم اخدعك لاني لم ارد قتلك. قال بسطام وكيف وقد خرجت لا اريد الا قتلك. ازاي وانا ما خرجت وانا خارج عشان اقتلك انت بس؟ فقال عنترة انما اتيت اقطع الصحراء الى منازل ابيك يا بسطام لا ارجو الا لا اكون صديقا. جئت لارى ابنة عمي واطلب عفوها واتذلل لها. طيب بيقول لي ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه. شانه يعني عاب. في ضوء تصرف عنترة مع بسطام اسرد باسلوبك 3 اسطر تؤكد فيها صدق هذه المقولة. طبعا احنا مش في المقام عشان نسرد 3. نقول هذه المقولة. طبعا المقولة صادقة يا جماعة، صادقة. هذه المقولة صادقة. فما وتبدأ بقى توضح بقى. فما تدخل الرفق في شيء إلا زاده زانه وبقى ووضحه. وما نزع من شيء إلا شانه إذا تصرف. والدليل على ذلك تقوم قايل لي بقى والدليل على ذلك موقف عنترة من ايه؟ من بسطام. موقف عنترة من بسطام حيث عفى عنه ولم يرد قتله. كان ممكن يقتله انما خلاها خلاص كتفه لحد ما ابوه يجي. وكان نتيجة ذلك أن أصبح ضيفا مرحبا به في بني شيبة. بل إن مالك بن قراد وآل بيتي مكثوا في بني شيبان إكراما لعنترة. تمام يا شباب في ديت. طيب نروح لنفس الفكرة تاني. قال بسطام لعنترة إنك أيها الرجل خدعتني عن نفسي. فقال عنترة في هدوء لم أخدعك لأني لم أرد قتلك. فقال بسطام وكيف وقد خرجت. المهم لآخر الفكرة. الرجوع للحق خير من التمادي فيه في الباطل. في ضوء موقف عنترة تجاه عبلة اسرد بأسلوب. هو عنترة جاء قال إيه؟ قال جئت لأرى ابنة عمي وأطلب عفوها وأتذلل لها. يبقى هنا ايه؟ الرجوع للحق خير من التمادي فيه. حيث عندما علم عنترة بخطئه أراد أن يصحح الموقف ويعتذر لمين؟ لعبلة على الخطأ.
يعتذر لعبلة على الايه؟ الخطأ. تمام. نروح للسؤال التالي. السؤال التالي قال عنترة: لقد كنت يوما أغضب كلما سمعتك تقول مثل هذا، ولكن يا عم لا أحب اليوم أن أغضبك، ووددت لو رضيت بأن أناديك يا ابن عمي لكي أستل منك هذا الحقد الذي يملأ قلبك. أم اديني بيت، مجموعة أبيات من الشعر: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء، وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. بين مدى التوافق بين الأبيات السابقة وموقف عنترة. توافق إلى حد طبعا تتوافق الأبيات مع موقف عنترة. طبعا بتتوافق مع موقف ايه؟ عنترة الى حد كبير، بل ممكن توصل توافق تام. ليه؟ عنترة بيبني لهم المجد. عنترة بيحارب اعدائهم، وفي النهايه هم يعاملونه عبد ويأكلون لحمه ايضا. هم لا يريدون ان يزوجوه، مالك بن قراد لا يريد ان يزوجه من عبله، ولا عمرو يريد ان يزوجه من عبله. تمام يا شباب في ديت. فتنطبق الابيات على موقف عنترة. نعم تنطبق الابيات على موقف عنترة. السؤال الثاني: بل احب ايها العم ان يتشدد عمرو في خطابه، انه يزعم ان العرب سوف تتحدث بانك قد رضيت به مكرها، وهو يزعم ان عنترة يعجز عن ان يغلي لك المهر كما اغلاه لك الساده وانت في عبس. بيقول لك: استنتج من الفكره السابقه ظاهره اجتماعيه سلبيه يتمسك بها بعض الناس واقترح حلا لها، اللي هي المغالاه. الظاهره السلبيه المغالاه في المهور. المغالاة في المهور. تمام يا جماعة. الصفة السلبية هتبقى المغالاة فين؟ في المهور. واقترح حلا لها، اللي هي طبعا الحل اللي هو ايه؟ التيسير في المهور وعدم المغالاة. تمام. هنا بيتكلم عن المغالاة في المهور. نروح للسؤال التالي. قال عنترة: أما وقد نطق عمرو بهذا فلن أرضى بغيره مهرا، سوف أمهر عبلة 1000 من النوق العصافير. فالتفت إليه شيخ قيس ابن مسعود في دهشة وقال: إنك تطلب يا عنترة المحال. استنتج من الفكرة السابقة سمة شخصية لعنترة. سمة شخصية لعنترة: الشجاعة والتحدي التي قد تصل في بعض الأمور إلى التهور. مع إنه هو معهوش ولا شيء، هيجيب 1000 من نوق العصافير إزاي؟ بالإضافة هيجيبها من عند النعمان بن منذر إزاي؟ هو لا يملك ثمنها. تمام. ففي نوع من أنواع التهور. طيب نروح للسؤال التالي. السؤال التالي هنا ماذا يقول؟ فين السؤال التالي؟ السؤال التالي اهو. وكان مالك بن قراد والد عبلة متركا في أثناء هذا الحديث، فاتجه إليه قيس بن مسعود وقال له: كأني بابنك يحتكن بما لا يطيقه. فقال مالك: ولكن عنترة قبلها: ولن أرضى يا أبا بسطام أن تتحدث القبائل بعجزي. بيقول لي: حدد من ميال التقليد الاجتماعي الذي حرص مالك بن قراد على التمسك به في هذا الموقف. التقليد الاجتماعي اللي هو المغالاة، اللي احنا متفقين المغالاة في المهور زي ما احنا متفقين من شوية. تمام. نروح للسؤال التالي. السؤال التالي: فقام عنترة إلى قيس فمد له يده قائلا: لك شكري أيها الشيخ على فضلك وإكرامك، ولن أعاود عمي في حكمه، ولن أعود إلى طلب عبلة إلا إذا كان ما يطلب من المهر في يدي. ولم يرضى عنترة أن يبقى في شيبان بعد ذلك، فانطلق من ليلته مع أخيه يقصدان أرض العراق ليأتي بالنوق العصافير. بيقول: انقد سلوك عنترة في قبوله بهذا المهر الغالي. أنا عاوز أنقد سلوك عنترة في قبوله بهذا المهر الغالي مبررا. سلوك عنترة هنا يصل هو نوع من التهور. هو نوع من التهور، صح؟ لماذا؟ لأنه يطلب شيئا مستحيلا. يطلب شيء مستحيل من وجهة نظر الجميع، بغض النظر عن انه حقق، بس هو شيء مستحيل.
فنوع من انواع التهور. كيف سياتي ب1000 من نوق العصافير ومن جاي ويقاتل جيش النعمان بن المنذر؟ فطبعا انقض سلوك عنترة في قبول هذا المهر الغالي مبررا لما تقول. طيب لانه طبعا قلنا لانه يطلب شيئا مستحيلا، وكيف يقاتل جيش باكمله. السؤال الثاني، قال عنترة: بل انا احد هؤلاء العرب الذين يطلب بعضهم ابل بعض في الغزوات، فما انا وما انت وما هؤلاء الشيوخ سوى عرب يترددون في الاوديه، وكلهم يسلب ويغزو. الغزو بالنسبه لهم اللي هو السلب والنهب. السلب والنهب هو الغزو وهو القتال بالنسبه لهم. لست لصا ايها الملك اذا لم تكن انت لصا، واذا لم يكن هؤلاء جميعا لصوصا. استنتج الدلاله النفسيه وراء مساواه عنترة لنفسه بالملك والشيوخ في قول فما أنا وما أنت ولا هؤلاء الشيوخ: العزة والأنفة والكبرياء. السؤال التالي أيضا يقول عنترة: بل أنا أحد هؤلاء العرب الذين يطلب بعضهم إبل بعض في الغزوات، فما أنا وما أنت وما هؤلاء الشيوخ سوى عرب يترددون في الأودية، وكلهم يسلب ويغزو. اللي هي نفس الفكرة. وليستخلص المبدأ الذي اعتمده عنترة في الدفاع عن نفسه ضد تهمة اللصوصية، بأنه المبدأ أنه يفعل مثل ما يفعل الملك. إذن المبدأ المساواة بالملك وقبائل العرب. بالملك وقبائل العرب، المساواة بالملك وقبائل العرب. طيب نروح للسؤال الذي يليه. نفس الفكرة برضه، نفس الفكرة أيضا. استنتج من النص السمة من سمات البيئة، اللي هو إيه؟ الغزو والنهب والسلب. الغزو والنهب والسلب، دي كانت سمة سيدة عندهم، الغزو والنهب والسلب. لذلك عنترة كان بيدافع وبيقول أنا لم آتي بجديد، بهذا هو ما كان موجود. طيب ثم شكل السؤال أيضا عندك: سار عنترة في ركبه العظيم يضرب في الصحراء عائدا إلى أرض الشريبة والعالم السعدي اللي هي أرض عبس، حتى قطع فياف اليمامة ونجد ودخل إلى أرض الحجاز، ولكنه كان كلما اقترب من وطنه خالجته الشكوك والأوهام، وأحس كأن الشعلة المتقدة في صدره تضمحل وتغبو. أي من المشاعر التالية سيطر على عنترة وكلما اقترب من ديار عبس؟ هل الفخر والاعتزاز بالانتصار العظيم؟ طبعا لا. طيب الحنين والشوق الجاري في رؤية عبلة؟ لا، في الفكرة هنا لا. انما القلق والاضطراب النفسي وتجدد الهواجس، حتى بدأ في صراع نفسي: انا اخطأت ام لم اخطئ، انا ماشي صح ولا خطأ؟ فاهمين ديت؟ يبقى اذا القلق والاضطراب النفسي، الفرحة الغامرة بالعودة الى اهله لم يذكرها هنا. السؤال التالي معانا ايضا: وكان يخيل اليه انه قد اخطأ. هنا بيبين بقى الحالة النفسية. وكان يخيل إليه أنه قد أخطأ إذ أطاع وهمه الكاذب، فعزم على العودة إلى عبس وفارق أصحابه الذين كان يعيش بينهم سيدا، واعتاد أن يثمر في أنديتهم ويخاطبهم ويحارب معهم، وهو عنترة بطل العرب. بيقول يوازن من خلال الفكرة بين حال عنترة وهو في عبس قبل اعتراف أبيه به، وحاله أثناء إقامته عند الملك. طبعا شتان الفارق. حال عنترة كان عبد في قومه، عبد لا يزيد على أنه عبد. أي عبد مين؟ شداد ابن قراب، تمام، على أنه عبد، فليس له رأي في أي شيء. أما في أثناء إقامته فهو سيد من الأسياد في مقدمة القوم. لا كلمة كانت كان في مقدمة القوم، يجلس مع كبار القوم والسادة، تمام. فشتان الفارق بين الحالتين، حالة أن يكون عبدا ذليلا في قومه، وأن يكون سيدا مكرما عند الآخرين. طبعا كان شتان الفارق في المكانة والنفسية أيضا. طيب قصة أيضا معانا: ولما اقتربت القافلة من الوادي رأى عنترة على البعد شخصا على ربوة، مكان مرتفع، طبعا أكيد أنه هيكون شيبوب. فعادت إليه صورة الماضي كأن لم يفارق تلك الأرض إلا منذ ليلة، لقد كان كل شيء على عهده لم يتغير منه شيء، فالسماء لا تزال زرقاء صافية والرمال لا تزال صفراء لامعة. بقول استنتج المغزى من قول الكاتب كأن لم يفارق تلك الأرض إلا منذ ليلة. هل بيان قصر المدة التي غاب عنها؟ غاب 10 سنين يا جماعة.
يبقى مش قصر المدة. إظهار رغبة عنترة في تجاهل أحداث الماضي الأليمة، لا طبعا مش تبعنا. إظهار في تجاهل، لو كان عاوز يتجاهل أحداث الماضي الأليمة ما كانش هيرجع أساسا. إبراز قوة ارتباط عنترة بوطن وحضور صورته في ذهنه، أيوه هي دي نتيجة ارتباط صورته في ذهنه. نسى كأن الأيام اللي عدت 10 سنين اللي عدت دي كأنها بالأمس، 10 سنين كأنها بالأمس. التأكيد على سرعة القافلة، طبعا دي مالهاش علاقة بالموضوع أساسا خالص. تمام. اقترح عنوان مناسب للفكرة السابقة اللي هي عودة، ممكن أي عنوان، عودة عنترة، حيرة عنترة، ماشي، فرحة عنترة باللقاء، أيا كان العنوان اللي يعبر عن الفكرة دي. طيب نروح للسؤال التالي. ولما اقتربت القافلة من الوادي رأى عنترة على البعد شخصا على ربوة فعادت إليه صورة الماضي كأن لم يفارق، اللي هي الفكرة اللي عندنا. نستنتج من الفكرة الحالة النفسية المسيطرة على عنترة العائد إلى وطنه بعد طول غياب، ودلل عليها الحالة النفسية اللي هي الاضطراب. كان في اضطراب، في طبعا فرح بالعودة وفي خوف، فرح مع خوف، فكان في تناقض. يبقى الحالة النفسية كانت ايه؟ تناقض بين الفرح والخوف والقلق. خوف وقلق. عبلة لسه فاكراه؟ طب منتظرة ولا اتجوزت؟ الخوف والقلق دلت عليها. لما اقترب القافلة رأى عنترة على ربوة فعادت إليه صورة الماضي كأن لم يفارق الايه؟ تلك الأرض إلا منذ ايه؟ ليلة. لقد كان كل شيء على عهده فالسماء لا تزال زرقاء صافية. يبقى هنا في تناقض بين الفرح والايه؟ والخوف، إن كل حاجة زي ما هي لم تتغير. طيب السؤال الثاني، فين السؤال الثاني؟ أهو ادي السؤال الثاني معا. وكلما اقتربت القافلة من الوادي رأى عنترة على البعد شخصا على ربوة. طيب تعالوا نشوف، توقع ما الذي سيفعله عنترة فور وصوله إلى هذا الشخص على الربوة. طبعا سيسأله أسئلة كثيرة، صح؟ سيسأله أسئلة كثيرة وبالأخص عن عبد. مش هو ده اللي يحصل؟ الشخص ده مين؟ اللي هو شيبو. تمام يا شباب؟ وبكده نكون انهينا حصتنا النهارده بشرح القصه، باجمال للقصه وحل اسئله، مجموعه من الاسئله على القصه من التقييمات والاداءات الصفيه والاداءات المنزليه، مع انتظار باقي الحصص اللي احنا وعدناكم بيها، سواء شرح النحو كله بالاسئله المتوقعه، شرح البلاغه والادب والنصوص والقراءه والتعبير، كل ده بالإضافة لامتحان ليلة الامتحان اللي هي ليالي الامتحان اللي هي الامتحان المتوقع إن شاء الله. فلذلك انتظرونا وتابعونا، لا تنسى المتابعة والاشتراك. وفي ختام هذه الحصة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في توصيل المعلومة، وأن تكون هذه الحصة سهلة سلسة بعيدة عن الملل والرتابة والصعوبة والتعقيد. وإن كنت قد أخطأت فهو عن غير قصد وغير متعمد، فكل ما حاولته أن أبسط لك المعلومة، وإن كان هناك تمام أو كمال فهو من الله سبحانه وتعالى وفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.